عمرك فكرت تحب نفسك؟ تهتم بنفسك، تدلعها، تهشتكها، تشوفها عايزة ايه، تاخد بالك منها، تسأل كده على أعضاء جسمك عضو عضو، بدل ما بتستنى في الآخر لحد ما يصوتوا وتروح تكشف وتاخد روشتة قد كده عشان تعالج العضو اللي عندك. فكرت تطمن على الكلى، على الكبد، على دروسك، على رجليك التعبانة اللي انت مش قادر تمشي عليها؟ فكرت تروح تصرف عليها شوية؟ لا. طب فكرت تاخد اي حاجة للصداع اللي بيجيلك؟ ما انا باخد برشامة صداع من الصيدلية. يا اخي حب نفسك شوية، شوفها محتاجة ايه. ما هو الصداع ده ما بيجيش الا انذار لشيء معين في الجسم تعبان، محتاج يتكشف عليه، حاجة انت مقصر فيها. ما انت ماشي عمال توزع حنية على خلق الله وسايب نفسك، مع انك لو دورت جوه نفسك هتلاقي ان هي محتاجة الحنية كلها اللي انت بتوزعها وقدها فدانين تلاتة. وانت ماشي عمال تطبطب على ده وتواسي ده، ولو دورت جوه منك هتلاقي انت اللي محتاج تتواسى وانت اللي محتاج يتطبطب عليك. بس من كتر ما انت عودت نفسك انك تشيل هم غيرك، مبقاش حد شايل همك. شايل همك بطولك، بتبكي جوه منك، محدش شايف دموعك. حتى الضحكة اللي بتضحكها عشان خاطر تجامل بيها اللي قدام منك، وانت جوه منك دمار ونار. اهتم بصحتك، اهتم بنفسك، محدش هيبكي عليك غير نفسك. ما يحك ظهرك الا ضفرك. اوعى توزع حنية عمال على بطال وانت جوه منك محتاجها. شوف نفسك محتاجة ايه واهتم بيها. ربنا سبحانه وتعالى اداك امانة، زي ما اداها لك سليمة سلمها سليمة.